السلام عليكم يا حبايب قلبي متابعي مطبخ الهوانم. النهاردة بقول لكم كل سنة وانتم طيبين. في شوية حاجات هعملها رمضان بإذن الله، منها المخلل. بجيب اللفت اللي انتوا شايفينه ده، الحجم الصغير ده ما بيزيدش عن حجم البرتقانة الصغيرة اللي هي بتاعت العصر البلدي. سر المخلل هنحط البصل اللي قدامكم ده اللي موجود في الصينية اللي هنجمع فيها المخلل. بنضف كويس قوي بالفرشة مخصوص بتاعة الخضار والفاكهة، وبعدين بعد ما انضف بشقه 2 واحطه في الصينية قدامي. الجزر ده منقوع في مية وخل ما يقلش عن يوم كامل علشان نسبة السكر تروح منه ولونه يبقى حلو. بقطع وبعدين بحط القرنبيط اهو، وبحط حتتين بنجر معاه، وباخد القطعة الكبيرة بضربها في شفشق الخلاط، وعندي الهريسة كمان اهي وشطة. بضرب في شفشق الخلاط وحدة البنجر مع الكمية دي اللي 2 كيلو ونص ب3 معالق ملح رشيدي، والمية بتكون سابقة الغلي وباردة. الملح طبعا حسب الطلب. الغطا الحلو ده بيمنع التنفيس، لكن انا بعد كده قبل ما بحط الغطا ده بروح حاطه غطا صغير او اي حاجه تكبس المخلل اللي تحت، لان لازم بيقب لفوق. وبعد كده انا قطعت معاه على فكره فلفل هالبينو، ولادي بيحبوه. احلى مخلل هتاكليه من ايد طنط نهله.